السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اوعي بقى تفوتي الكيكة دي. كيكة بالشوكولاتة، بس مش اي كيكة شوكولاتة، هشة وطرية، ومكون واحد هيغير كل حاجة، هيفرق معاكم في الطعم جدا. انا سماح احمد، والنهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا جدا، وبمكون واحد او مكونين هيفرقوا معاكم في الطعم. والمكون السحر ده هيخليها أغنى وأطعم بكتير من أي كيكة شوكولاتة تانية، أحلى من أي كيكة محلات. يلا بينا نشوف الطريقة. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا. أول حاجة معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونوش ساقعين من التلاجة، نكون طلعناهم وسبناهم يهدوا شوية، وكوباية ونص سكر. الطريقة دي بتكون الكيكة ناجحة جدا معانا، وبتكون هشة ومرتفعة، وهتشوفوها بنفسكم. كده حطينا 4 بيضات وكوباية ونص سكر وكيس فانيليا أو نص معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة خل، ونضربهم كويس جدا بالمضرب أو في الخلاط أو بالمضرب اليدوي، بأي حاجة اللي موجود عندنا في البيت المتاح. دي بقى الكيكة اليومية بتبقى سهلة جدا، بنعملها بالبرتقال، بالكاكاو اللي هي بالشوكولاتة، بالليمون، بأي حاجة زي ما احنا عايزين، باللبن بس. بعد بقى ما ضربناها كويس جدا، هننزل بكوباية سمنة على زيت، أو كوباية زيت بس أو سمنة بس زي ما انتوا عايزين. أهم حاجة إن الكوباية اللي احنا بنعاير بيها السمنة والسكر والدقيق كلها كوباية واحدة، نفس الكوباية. انا نزلت بكوبايه سمنه على زيت، انتوا بقى حابين تحطوا زيت بس، سمنه بس، زي ما انتوا عايزين بالمتاح اللي موجود عندنا في البيت، مش هنقف على اي حاجه. وبعد كده نزلت بكوبايه لبن، برضو نفس الكوبايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على الحبيب يا حبايب قلبي. بعد بقى ما ضربناهم كويس جدا، يلا بقى نشوف المقادير الجافه. كوبايتين ونص دقيق، وربع معلقه ملح، ومعلقتين كبار نشا هيفرقوا جدا 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 في طراوة الكيكة، و3 معالق كبار كاكاو. اهم حاجة ان الكاكاو يكون نوعه جيد، عشان لما يكون جودة الكاكاو كويسة الكيكة هتطلع طعمها حلو. وبعد كده حطيت كيس بيكنج باودر وصفيته بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده قلبنا المكونات الجافة مع بعض. بصوا بقى المكون السحري اللي قلتلكوا عليه، معلقة كبيرة لبن بودر أو معلقتين. بصوا بقى هيدوكوا طعم ما اقولكوش بجد، تحفة تحفة تحفة. هتفرق معاكوا جدا كيكة الكاكاو بمعلقة اللبن البودر دي أو المعلقتين. بعد كده نزلت بالخليط السائل على الخليط الجاف، وضربنا بقى بالمضرب. طبعا احنا مش هنقف على حاجة، الموجود عندنا هنشتغل بيه. مش موجود لبن بودر مش مشكلة، هنعملها عادي من غير لبن بودر. ونقلب بقى كده كويس جدا بالخلاط باتجاه واحد. بصوا لحد لما نوصل للقوام بالشكل ده. بعد كده بقى اكون محضرة القوالب بتاعتي ودهناها بسمنة ومعفراها بالدقيق، وانزل بقى باحلى كيكة هتشوفوها.
طبعا اول ما اشتغلت في الكيكة شغلت الفرن على درجة حرارة 180. يعني اول ما تبتدوا تعملوا الكيكة تكونوا مشغلين الفرن. وما نفتحش الفرن ابدا قبل 30 دقيقة عشان ما تهبطش منكم. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجمال؟ نختبرها بقى بالخلة كده. بصوا ما طلعش فيها حاجة، خلاص كده استوت. لكن لو طلع على الخلة اي حاجة يعني عجينة او حاجة طبعا تكون لسه ما استوتش. هي خدت معايا بالظبط 35 دقيقة. والمقدار اللي انا عملته ده عمل القلبين دول وعمل قالب صغير. شايفين قد ايه مرتفع؟ شايفين الجمال؟ هقطعها لكم دلوقتي وهتشوفوها. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك الجميل وتشتركوا في القناة وتشاركوا الوصفة مع حبايبكم عشان يستفيدوا. بصوا شايفين ناعمة وهشة وعالية كده وجميلة، وطعم بقى ما اقولكوش جميل جدا جدا جدا. شايفين؟ القالب التاني بقى انا حطيت عليه كده سكر بودر وشوية زبيب. اصلا انا بحب الحاجة مسكرة قوي. طبعا اللي مش بيحبها مسكرة ممكن ما يحطش، يحط بقى صوص شوكولاتة. بس بصراحة انا ما عملتش شوكولاتة يعني، عملتها كده بسيطة. ايه رأيكم بقى؟ اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اي حاجة جديدة اعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الرحمن.